نروح للكابتن الكبير محمود الخطيب. وبالمناسبة عشان ما حدش يفهم كلامي غلط، كابتن محمود الخطيب أنا أعتبر نفسي صديقه إن لم يكن هو يعتبرني كذلك. احنا دخلنا بيت بعض بالعائلات، طلعنا إلى رحلة بحرية مع بعض، قضينا أوقات لطيفة، يعني هو أخ صديق. أنا هنا أتكلم من كلامي كبير في محاولة لتهدئة الأجواء المشحونة في الوسط الرياضي. كابتن الخطيب لو رجعنا شوية لورا يا كابتن، 2012 كان الكابتن حسن حمدي هو رئيس النادي، والكابتن الخطيب هو نائب رئيس النادي. حصلت بعض المشكلات، هل هيستمر المجلس؟ مش هيستمر، قدامه سنة، لا أقل، لا مش عارف ايه بتاع. كابتن الخطيب قال لظروفي الصحية أنا بعتذر عن استكمال يعني المهمة مع المجلس للفترة المتبقية، كانت حوالي سنة تقريبا يعني. والمجلس حاول معاه والحكايه والروايه، قال اصل الدكتور بتاعي قال كذا، لا كذا، كان ورم خبيث لقيناه حميد، الف حمد يا رب، والف حمد لله على السلامه يا كابتن، وربنا يديك الصحه وطولة العمر يا رب، انت وكل من لديه اصابه او مرض، ربنا يشفي الجميع يا رب ان شاء الله. ثم تحدث البعض في هذا التوقيت انه الكابتن راح يعمل اعلان لدعايه المنتخب الاولمبي اللي كان رايح اولمبياد لندن لاحد شركات الاتصالات، مش هقول الاسم يعني شركه شهيره يعني عشان ما يبقاش اعلان يعني محسوب عليا يعني انا عملت مجهود في اعلان، فيعني الطبيعي ان انا اكمل يعني مع المجلس يعني، فده كان امر وضغطوا عليه والحكايه والروايه، واثار هذا الامر حوارات كتيره جدا، ولا يا كابتن لا ارجع، لا كذا، لا كذا، بقي نقي. ثم عاد الكابتن محمود الخطيب كعادته يعني. طيب رحنا بعد كده لرحله النادي الاهلي الى كاس العالم للانديه اخيرا دي اللي كنا بنعلق عليها، واخدينها هنا اكسكلوسيف على قناتنا الجميله MBC مصر. كابتن فاجئنا كلنا وقال انه لظروفه الصحيه الدكاتره قالوا انه ما يسافرش لامريكا، رحله طويله تؤثر على صحته. الواقع ان الكابتن محمود الخطيب تقدم باوراقه اونلاين للحصول على التاشيره الى الولايات المتحده الامريكيه، ولم يحصل عليها ببساطه شديده جدا. طبعا انا بقول كلام انا مسؤول عنه يعني. طب ليه نطلع نقول لصحتي والدكاتره؟ خلاص يعني حتى مش لازم نقول، يعني مش بالضروره رئيس النادي يسافر مع الفريق، يطلع فيها الاستاذ مرتجي، يطلع فيها اي حد من الساده الاعضاء، رئيس نادي الكابتن طارق، محمد شوقي، غيره وغيره، دول طلعوا كتير يعني. فليه انا اربط امر غير حقيقي؟ يعني السيده سفيره امريكا كانت في زياره للنادي الاهلي قبل ما يتقدم الكابتن الخطيب للحصول على تاشيره، ولكن ده سيستم في السفاره الامريكيه، ما اخدش التاشيره، ماليش دعوه ليه، مش قضيتي خالص ولا اتحدث فيها، لكن لم يحصل على التاشيره خلاص. طلع الكابتن الخطيب قال ان الدكاتره منعوني من السفر لظروف الصحيه. ما كانش ليها لازمه يا كابتن. اولا ما تفولش على نفسك، انت زي الفل، وكمان لا نصدر للناس امر لا يتماشى مع الحقيقه يعني. وانا اسف ان انا بقول كده والله،